السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده بقى ايه؟ ده يوم اللي هو الأنتخة. عارفين انت لما تكوني قايمة كسلانة ومش قادرة ان انت تعملي اي حاجة، تعملي كفتة ومكرونة او بانيه ومكرونة، سهلة جدا، مفيهاش اي حاجة، مفيهوش اي تعب ولا اي حاجة. ده بقى ايه؟ فيديو اللي هو بين اللي في نص الاسبوع كده، ان انت تكوني مهدودة مش قادرة، والحر مفرهدك، فقومي اعملي شوية مكرونة. كل ده ما خدش نص ساعة مني. تمام كده حبايبي؟ الاول كده صلوا على النبي وتعالوا كده ايه نشوف الروتين اللي هو ايه، مش هنقوله الجامد، الروتين الانتخة. تمام كده اتفقنا. بس ايه، عايزين لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد. تمام كده حبايبي؟ وما تنسونيش في كومنت حلو اللي زي قلبكم. احنا بقى هنا بدات ايه، كل دي في شويه مواعين كده، اطباق وحاجات وكوبايات كانوا سايبينها مكان الفطار، كانوا عاملين بيض وشاي وكده، فغسلتهم. بصراحة أنا مفطرتش عشان أنا أصلا معدتي وجعاني اليومين دول، وتقريبا من شرب المية الساقعة كتير قوي عشان الحر وكده، فواخدة دور برد ولا ايه. ادعوا لي كده دعوه حلوه ان ربنا يشفيني ويحوش عني. تمام كده. هو ده كان حته صدر صغير، يعني يعتبر ربع بانيه. 3 حتت دول نسيبهم؟ لا ما نسيبهمش طبعا، لازم نطلعهم ونعمل لهم ايه، وصفه حلوه كده وطريقه جميله سهله جدا كده تخفف عشان المعده. انتوا عارفين ان انا معدتي وجعاني، فقلت اشويهم بقى شوي كده على الجريل يبقوا حلوين. وكان في برضو ربع كيلو لحمه مفرومه، فقلت برضو ايه نعملهم كفته للعيال، وشويه مكرونه سباكيتي وشويه بتنجان وخلصت الحكاية. تمام كده حبايبي؟ يلا صلوا على النبي كده واستغفروا كتير واذكروا الله كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد يا رب. كده بقى انا ايه، جبت بصلتين حلوين كده وسط، بشرتهم بالمبشرة، عصرتهم في العصر اسمها ايه، الصفايه، عشان عايزين ناخد ميه البصل بس. تمام كده. فانا قلت ايه، نضرب عصفورين بحجر، ناخد ميه البصل للبانيه والقشر بتاع البصل ناخده للكفته. حلو كده يا حبايبي؟ حلو كده. طبعا ايه، هناخد بقى ميه البصل مع جميع بقى البهارات، بابريكا وملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وكركم. هنحط كل الحاجات ديت في التتبيله، وحطيت نص معلقه صلصه معلبات، وقلبت كل التتبيله دي مع بعض كده ونقعت فيهم الفراخ. الله على تتبيله الشوي دي، جميله 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 قوي يا حبايبي، يا ريت تجربوها. حلوه قوي. وخلت الفراخ ما خدتش 5 دقايق على النار واستوت وبقى لونها تحفه، وتاكليها وكده وانتي ايه، ولا زيوت بقى ولا اي حاجه، عشان ايه اللي معدته وجعان. وبرضو اللي مش معدته وجعاه والله حلوه قوي وخفيفه وكانت جميله جدا. تمام كده. انا قلبت بقى، هنقلب كل التتبيله ديت مع بعض. هنقولها تاني، ميه اهو بنص معلقه صلصه معلبات، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم، ملح وفلفل اسود. تمام كده. وحطينا كل دوت على بعض مع ميه البصل وقلبنا مع بعض، وهننقع بقى فيها ايه، ربع البانيه دوت. تمام كده. انا اللي جايباه مقطعاه قدامكم اهوت، وسهل جدا في تقطيعه وحلو، والطريقه دي حلوه قوي. هنتبلهم بقى كده، نخلط بقى الخلطه فيهم ونسيبها بقى ايه ساعه كده. انا سبتهم ساعه عبال ما طبعا عملت الكفته برضو وصبعتها وسبتها في التلاجة برضو شويه. لازم تتبلي الحاجه وتسيبيها اقل حاجه ساعه. وشفت برضو حاجات كتيره برضو اعملها، وكنت بقى عملت لي كوبايه شاي اشربها مع باكو بسكوت، ومكنتش قادره. كان احنا كده كنا بعد العصر اصلا، الجو حر قوي يا بنات اليومين دول، فربنا يرحمنا يا رب. وقولوا لي كده انتوا بتعملوا ايه بقى في ايام الاجازات بتاعتكم دي؟ بصراحه الواحد زهق، ومش عارفه مع الحر مع الزهق كده، تحس ان الواحد مش عارف. مش عارف والله انتوا بتعملوا ايه، اكتبوا لي كده. ربنا يهونها علينا وعليكم يا رب ويفتح لكم ابواب الرزق. بصوا بقى، انا جبت السيخ ده بقى بتاع الفرن، بتاع الشوي، قلت اصب عليه الكفته عشان تطلع مظبوطه وتطلع زي الفل. وطبعا مفرغه من جوه وكانت تحفه. وحطيتها في الجريل. انا حتى نسيت اقطع لكم البانيه بعد ما استوى واقطع لكم الكفته، والله نسيت خالص يا بنات، لان الحر مفرهدني وموطيلي ضغطي، فالحمد لله.
بس والله طلعت جميله جدا وما خدتش وقت. بصوا ده ربع كيلو اللحمه وده ربع البانيه. جبت الجريلا كده، ولو مش عندك جريلا هاتي تيفال، لو مش عندك هاتي اللي هي الصينيه الالومنيا، اي حاجه يعني ما توقفيش نفسك عليها. الجيش بيقولك اتصرف، فبنتصرف في اي حاجه. بس انا بدل عندي الجريلا طلعتها بقى، وقلت بقى احط الفراخ فيها كده تتشوى بقى من فوق ومن تحت وتبقى تحفه. والله ال الفراخ دي والكفته كفتنا وفاض منها والله كمان. انتوا عارفين ان الواحد ما بيقدرش ياكل من كتر شرب الميه والحاجات الساقعه والكلام ده، فبيفيد من الاكل. بصوا بقى سلقت برضو ايه شويه البتنجان دول، كنت جايباهم صغير كده ويستاهلوا بقك وتحفه. بصوا سلقتهم بقى، وكان عندي الدقه ديت في الفريزر. طبعا انا بقول لك بعد كده لما تيجي تعملي دقه اعمليها وسيبيها عندك في الفريزر، طلعيها بقى تبقيش حامله همها. وعملت شويه البتنجان دول التحفه اللي يستاهلوا بقك. بصوا ميتهم حمرا ازاي، جميل جميل جميل. وطبعا هنا كنت عملت صلصه المكرونه، طبعا ما فيهاش اي حاجه، عايزه تعمليها بالخل والثوم اعمليها. انا عملتها ساده كده، قلت برضو ايه عشان المعده والكلام دوت، فعملتها ساده. شو هنعمل شويه مكرونه، نص كيلو مكرونه سباكيتي بس. وصلصه المكرونه سهله جدا، كله بيعرف يعملها. بصوا الفراخ بقى واخده اللون بقى، التحميصه دي تحفه. هنا بقى كنت جبت ورق مناديل المطبخ ومسحت الجريل، ما غسلتهاش مسحتها، وقلت احط بقى ايه مكانها الكفته واسيبها. كانت زي الفل والله يا بنات، يا ريت تجربوها كده. بس ما تنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ماشي يا حبايبي، اتفعلوا كده معايا كتير عشان القناه تكبر بيكم، طبعا انتوا عيلتي، فزودوا لي المشاهدات كده يا حبايبي. هنا بقى كنت جبت المكرونه قلبتها بقى في الصلصه كده، وكانت زي الفل وتحفه وجميله. انا هنا المكرونه دي انا يا بنات مش سلقاها مكسروها، لا انا سلقاها العود بعوده كده، يعني هي ايه بحالها. حتى المكرونه الاسباجيتي بحالها، ما بحبش الاسباجيتي، ما بحبش اكسرها، بحبها كده عشان تبقى طويله كده وتبقى جميله، ما تبقاش متكسره حتت والكلام ده وبتفرفت، لا. بصوا هنا بقى اللحمه كانت اتحمرت بقى وكانت تحفه. كل ده وده ما خدش اي حاجه. يا ريت تجربوها يا بنات، وما تنسونيش في دعوه حلوه من قلبكم كده ان ربنا يعفى عني كده ويروق بالي ويروق بالكم، امين يا رب العالمين، ويهديكوا اي حاجه انتوا عاوزينها. كل اللي انتوا بتتمنوه ربنا يديهولكوا يا رب اضعافه. بصوا بقى طلعتها وكانت جميله، وكده يبقى الاكل خلاص في ثواني، ما خدش اي حاجه. ده بقى الست اللي هي ايه بتنتخ بقى. ادي المكرونه بصوا لونها حلو ازاي، وادي البتنجان، وحمرنا شويه بطاطس برضو عشان نبني، واهو اكل حلو وسريع وما خدش منك وقت. طبعا ده الاكل اللي هو ايه بتاع الستات اللي تعبانه، اللي عايزه تريح شويه، اللي مش عايزه تجهد نفسها في المطبخ، تقوموا تعملوا. ماشي يا حبايبي، ما تنسوش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه. مع السلامه.